السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة كلاكات تاني مرة جهاز من شركة TCL. الشركة ذات المشاكل الكتير، مش مشاكل في الأجهزة بتاعتها، لكن عندها مجموعة مشاكل بسيطة وفي نفس الوقت قوية هنتكلم عليها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك علشان الفيديو يوصل لريتش كويس، والسبسكرايب وتفعل زرار الجرس. يلا بينا. بص يا معلم، شركة TCL عاملة مشاكل في ايه؟ شركة TCL هي شركة كويسة جدا وشركة قوية وبتقدم أجهزة كويسة جدا وقوية جدا، ولكن برضو اتجاهها من اتجاه الشركات اللي ما بتعتمدش على الأرقام وبتعتمد انها تقدم خامات كويسة. وده مع تطور السوق ومع الدعاية بتاعت الشركات الصينية ومع اللعب على الأرقام والورقيات أصبح غير مقبول لجزء كبير من المستخدمين. فمشاكل TCL انها نازلة بتسعير ما بيكونش مناسب لتسعير السوق المصري، لان الناس شافت امكانيات قوية جدا باسعار قليلة جدا، فما بتتقبلش اي جهاز ينزل بسعر مش منطقي او مقارب للاسعار العادية، علشان هي خلاص اتعودت انها تاخد افضل قيمة مقابل سعر. وبالمناسبة الجملة دي هي من ابتدعها او اوجدها بعض الشركات الصينية، انك تاخد افضل قيمة مقابل سعر. بس القيمة هنا بتعتمد هل هي قيمة ارقام ولا قيمة كواليتي. بمعنى ايه قيمة ارقام ولا قيمة كواليتي؟ يعني انت ممكن تاخد جهاز بارقام عاليه كتير جدا، ولكن تلاقي عندك عدم ثبات في السوفت وير، مشاكل في خامات التصنيع، مشاكل في الجهاز، بس انت ورقيا واخد جهاز قوي. وفي بعض الشركات برضو بتقدم جهاز قوي كخامات وبيلد كواليتي او خامات تصنيع، بس ارقامها ما بتبقاش عاليه. وده اللي خلاني اعمل سلسله فيديوهات، اول فيديو فيها هيظهر عندك من الاي اللي فوق دي، عن كل المكونات الداخليه للموبايل علشان تبقى عارف موبايلك نوعه او خاماته ايه. مبدئيا كده اللي ما شافش مراجعه جهاز TCL بليكس يخش على الفيديو اللي هيظهر في الاي دي، علشان هنا مفيش اختلاف كبير بين الجهازين، ولكن هو وجه الجهاز هنا لناس معينه او اضاف فيه بعض الفيتشرز وشال حاجات علشان يقدر يوصل لاكبر قاعده من المستخدمين. الجهاز هنا بيجي بتصميم مختلف شويه ومختلف كمان عن جهاز TCL بليكس. TCL بليكس كان الكاميرات 3 كاميرات موجودين في الظهر محفورين، هنا معمولين بنظام اشاره المرور بالعرض، ولكن شكلها عامله شكل جمالي كويس. حاطط لك 2 فلاش، واحد على اليمين وواحد على الشمال، والجهاز جاي بشكل كويس قوي من وجهه نظري، ومصنوع من خامات بلاستيك. يختلف عن TCL البليكس ان البليكس كان من خامات زجاجيه، بس هنا شكل خامات البلاستيك اللي مصنوع منها الجهاز صعب جدا انك هتقدر تميز انها مش خامات بلاستيكيه، هتلاقيها مشابهه جدا لخامات الازاز، بس شكل الجهاز هنا كويس جدا. شاشة الجهاز هنا هي شاشة IPS LCD 6.53، ده حجم الشاشة، وجاية بالاو نوتش مع كثافة بكسلات 395 بكسل في البوصة الواحدة. والشاشة هنا بتدعم ال HDR. وفي معلومة للناس اللي ما تعرفش، هم عندهم اوبشن في الجهاز بيخليك تحول الفيديوهات من SDR ل HDR علشان تشوف الفيديوهات والصور وكل حاجة بتتعرض على الشاشة بجودة عالية جدا. شاشة الجهاز من اقوى الحاجات اللي موجودة في الجهاز، وبصراحة الوضوح وتشبع الالوان فيها كويس، وبصراحة شاشة محترمة جدا رغم انها مش اموليد، ولكن ممكن تكون اقرب شاشة هتاخد منها اداء مقارب جدا للشاشة الاموليد. الجهاز بيجي من الكرتونة باندرويد 10 وهيتحدث لاندرويد 11، وجاي بواجهة TCL UI. الجهاز جاي بقى بمعالج، ودي نقطة اللي لسه بتكلم فيها، جاي بمعالج كوالكوم سناب دراجون 665. المعالج ده يعتبر معالج قديم، هو معالج السنة اللي فاتت واوائل السنة اللي فاتت، وما بقاش ينفع انه ينزل فيه هذه الفئة السعرية. بس اللي حلوم عليه لشركة TCL بصراحة ان ما ينفعش ان انت كشركة لسه بتبدأ في السوق المصري والناس عارفاك انك كشركة شاشات مش شركة موبايلات، وما يعرفوش انك شركه قويه في اوروبا وان ليك اسم قوي في اوروبا وكل الكلام ده، ما ينفعش تتعامل معاهم بنفس المنطلق اللي بتتعامل بيه الشركات للاعتماديه العاليه. ولكن الحق الجهاز هيديك اداء كويس، والجهاز خاماته كويسه، والسوفت وير متناسق جدا
في الاداء وناعم جدا، هيسمح لك بانك تاخد اقصى قوه من المعالج ده. الجهاز بيجي بمعالج رسوميات ادرينو 610. اداء الجهاز سريع وخفيف جدا، والواجهه ناعمه وبتديك اقصى استفاده من المعالج او من قوه المعالج. كمان الواجهه هنا فيها شويه لعب كتير قوي، تقدر تتحكم في طريقه عرض الايقونات، في شكل الايقونات، في الحجم بتاعها، في طريقه الكتابه. بيديك فرصه تحكم قويه جدا في كل جزء في السوفت وير. بالاضافه لان الجهاز هنا اداؤه هتلاقيه كويس قوي في الالعاب العاديه والمتوسطه. في الالعاب التقيله مش هيحصل تسقيط فريمات، ولكن مش هتقدر تاخد اعلى جرافيك في اداء اللعبه، بس في بقيه الاستخدامات الجهاز هيديك اداء كويس قوي. الجهاز هنا بيجي بنسختين، 64 جيجا و6 جيجا رام مع 128 جيجا، ونوع الذاكرة هنا هو UFS 2.1. فهنا انت مديك اعلى نوع ذاكرة، ونوع الذاكرة ده كويس جدا في هذه الفئة السعرية. بالاضافة لان الرامات في هذه الفئة السعرية برضو محترمة، انك تاخد 6 جيجا رام في الفئة دي ده كويس برضو. بس ما كانش لطيف ان في فئة ال 3800 جنيه تاخد 64 جيجا ذاكرة. الجهاز بيجي باربع كاميرات عرضيه خلفيه. الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل خاصه بالالترا وايد وفتحه العدسه 2.2. والكاميرا الثالثه هي الكاميرا التسويقيه بتاعه الماكرو اللي مش ناس كتير بتستخدمها، فتحه العدسه فيها 2.4. والكاميرا الاخيره هي كاميرا العزل اللي بتيجي بفتحه عدسه 2.4 وهي 2 ميجا بكسل. والجهاز بيصور 4K 30 فريم في الثانيه وفول اتش دي 120 فريم في الثانيه. كاميرا السيلفي في الجهاز 16 ميجا بكسل وفتحة العدسة فيها 2.2، والجهاز بيصور برضو بالكاميرا السيلفي فول اتش دي 30 فريم في الثانية. بالنسبة لأداء الكاميرات في الجهاز، أداء الكاميرا السيلفي اتحسن كويس قوي عن البلكس اللي هو يعتبر الجهاز الأكبر أو الأعلى منه، وهنا علشان كده الجهاز مخصص أو موجه للكاميرات أو للناس اللي غاوية التصوير، غير البلكس اللي ما بيبقاش أو مش جاي بحاجة قوية أوي في الكاميرات. كان التصوير عادي، وكان عندي اعتراض لو بصيت في مراجعة TCL بلكس هتلاقيني كنت معترض على كاميرا السيلفي. هو هنا في كاميرا السيلفي طورها وخلى كاميرا السيلفي بتاعت الجهاز كويسه، والكاميرا الخلفيه بتاعت الجهاز برضو كويسه جدا. لما هتبص للصور هتلاقي في تشبع الوان كويس قوي في الصور، وهتلاحظ قدامك اهو هنا رقم الكاميرا ممكن يكون مبشر بصور مش كويسه، بس لما تبص للصور اللي معروضه قدامك دي هتلاقي لا فعلا مديك اداء تصوير كويس. التصوير مش كل حاجه في الموبايل، ولكن اداء الكاميرا هنا كويس جدا في الفئه دي، واحسن من اجهزه فعلا موجوده في فئته السعريه. بالنسبة للصوتيات والمستشعرات في الجهاز، صوت الجهاز مطور وكويس جدا عن البلكس. الجهاز هنا بيشتغل دول انتنا، يعني هتاخد اداء شبكة كويس جدا في الجهاز. برضو هنا الجي بي اس على الجهاز هيشتغل باداء كويس قوي، واستجابة الجي بي اس هنا كويسة. المستشعرات واي فاي ديوال باند، بلوتوث 5، جيروسكوب، ماجنتيك فيلد. اداء المستشعرات كويس جدا في الجهاز. وكمان الجهاز بيدعم FM راديو، ولو انت من الناس اللي مهتمه بالشبكه او بتقعد في اماكن الشبكه فيها ضعيفه، الجهاز هنا زي ما قلنا ديوال انتنا وهيشتغل معاك كويس قوي في اداء الشبكه. الجهاز كمان بيدعم NFC، وده اللي انا كنت بقوله لك، في اجهزه كتير قوي في الفئه دي ما بتدعمش NFC اللي احنا هنحتاجه فيما بعد. ففي ناس بتهتم بالتفاصيل الصغيره اكتر من التفاصيل الترفيهيه، وده اللي انا يمكن بفكر فيه، ان لازم الموبايلات دايما تتقسم ما بين موبايل فيه امكانيات ترفيهيه وما بين موبايل بيتعامل على الاداء العملي جدا. وسائل الحمايه في الجهاز هي البصمه والفيس انلوك. بالنسبه لشكل البصمه هنا جايه بشكل مربع صغنون كده، هي مش ما ضايقتنيش في الاستخدام، هي بتتعرف على صباعك وسريعه جدا جدا وما بتلخبطش معاك خالص، وخصوصا وانت مركب الجراب هيبقى اسهل التعرف على مكان البصمه لان هي جايه مسح في ظهر الجهاز. في ناس هيكون الموضوع ده مؤرق ليهم، دي حاجه ترجع لك، ولكن انا ما ضايقتنيش البصمه في الاستخدام. والفيس انلوك بتاع الجهاز استجابته عاليه برضو وشغال كويس حتى في الاضاءات الضعيفه. بطارية الجهاز 4000 ملي امبير، ولكن للأسف بيجي بشحن بطيء 10 واط. يعني بطارية الجهاز ال 4000 دي هتشحن معاك تقريبا في حوالي ساعة ونص. ده عيب انا مش متقبله، وشايف ان هو ملوش مبرر بقى حتى لو في قوة خامات او حاجة. ما ينفعش ان انت تنزل جهاز في الفئة السعرية دي بشحن بطيء مهما كانت الظروف.
بالنسبه لرايي في الجهاز، لو انت بتدور على جهاز من حيث الاعتماديه وقوه الخامات ووكيل كويس، الجهاز مقبول جدا بالنسبه لك. ما قلتلكش هو احسن جهاز، ولكن مقبول بالنسبه لك. بتدور على شكل مختلف، حاجه تركيبه مختلفه، هيبقى الجهاز مقبول جدا بالنسبه لك. وبالذات النسخه الصغيره اللي هي سعرها 3800 جنيه ومعاها باور بانك تقريبا من انكر ثمنه ما يوازي 500 جنيه تقريبا، فانت هنا او 600 جنيه، فانت بتاخد الجهاز لما هتشتريه بسعر اقل من سعر الرسمي بتاعه 3600 مثلا، تشيل ثمن الباور بانك، هيصبح سعر الجهاز كويس قوي بالنسبه لك. النسخه الاعلى انا شايفها لا، مش تسعيرها مش قوي قوي، لانك كل الفرق اللي هتاخده ال 64 جيجا ذاكره، وهنا سعرها هيكون مثلا الرسمي 4200 جنيه، وسعر اللي هتجيبه من بره الوكيل تقريبا حوالي بتتكلم في 4000 جنيه، هتشيل ثمن الباور بانك هتقف معاك ب 3400 جنيه. في اختيارات احسن، مش هقول لك لا. بس مجملا لو انت بتدور على جهاز بشكل مختلف، بتدور على حاجه فيها اعتماديه وقوه اداء وقوه بيلد كواليتي كويس، الجهاز هيكون كويس. تسعير الجهاز للناس اللي بتحب تعرف السعر بالدولار هو 250 دولار تقريبا النسخه الاقل، وده تقريبا نفس سعره في اوروبا، وللنسخه الاعلى هيبقى 280 دولار تقريبا. وبس انا عملت الفيديو ده علشان لازم اي جهاز بينزل في السوق هنا او بره بحب ان انا دايما ابقى ابديتد معاكم بيه. وبشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم فيديوهات جايه. سلام.